بسم الله الرحمن الرحيم. أيها التونسيون، أيتها التونسيات، بعون الله وتوفيقه أتقدم إلى الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر الجاري لنيل ثقتكم، الثقة الغالية للشعب التونسي العظيم، الشعب الذي كان على مدى تاريخه العريق في الموعد مع الأمجاد والمآثر الخالدة. أتقدم إلى الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر الجاري تحت رقم 23 على ورقة التصويت. أتقدم إلى خدمة هذا الوطن العزيز تونس وإلى خدمة شعبها لبناء المستقبل، مستقبل تونس الجديدة، ملتزما بالعمل والبذل والتضحية، متعهدا بالإنجاز والحرص على الفاعلية، لنرفع معا تحديات الحاضر ونؤسس للغد الأفضل من أجل شبابنا وأجيالنا القادمة. أتقدم إلى الانتخابات الرئاسية مؤمنا بأن الحل بأيدينا إن اجتمعت كلماتنا وتوحدت جهودنا، وسيكون في صدارة اهتماماتي أن أجمع التونسيين والتونسيات، وأن أعمل حتى نتصدى معا لكل ما يمكن أن يفرقنا أو يشتت جهودنا أو ينال من عزيمتنا الموحدة. نرسخ روح المصالحة ونبعد شبح الإقصاء، ونشرك كل الأطراف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فلنكن معا جميعا اليوم وغدا، لأن المستقبل بأيدينا، ولأن طريقنا لا تنيرها إلا رؤيتنا ولا تعبدها إلا إرادتنا. سنعمل على دعم دولة القانون في ظل الجمهورية ودستور الدولة الجديدة، كما سنحرص على صون المؤسسات وهبتها، كل ذلك في ضوء الحريات التي تعززت منذ الثورة، الحريات التي ينبغي الحفاظ عليها مكسبا لا تفريط فيه، وتطوير آلياتها وممارستها بما يجعل من المواطنة قيمة أساسية في الحياة العامة بكل أبعادها. أيها التونسيون، أيتها التونسيات، لقد التزمت في برنامجي بأن أظل كما كنت ابن الشعب المصغي إلى مشاغله وطموحاته، وخصوصا الشباب والجهات المحرومة، عاملا باستمرار وعلى إيجاد الحلول لها ومتابعة إنجاز هذه الحلول لدفع التشغيل وتوفير أسباب العيش الكريم، كما سأبقى الساعي دوما إلى خدمة المصلحة العليا للوطن ودعم صورة بلادنا في المحافل الدولية وتطوير العمل الدبلوماسي ليكون في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة والمستدامة، إلى جانب تعزيز دوره في إعلاء مكانة بلادنا في المحافل الدولية والإصداع بمواقفها نصرة لقضايا الحق والعدل والسلم في العالم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. أيها التونسيون، أيتها التونسيات، إني أعتبر أن تحقيق الأمن والأمان لبلادنا أولوية مطلقة لمجابهة مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة ومظاهر الانحراف، وكذلك لإعادة ثقة المستثمرين ببلادنا ولدفع عجلة التنمية. ولذلك فإني سأولي كل العناية إلى تطوير المؤسستين العسكرية والأمنية وكل الرعاية إلى أفراد أسلاكهما للارتقاء بظروفهم المهنية والمادية وللإحاطة بهم وبأسرهم. أيها التونسيون، أيتها التونسيات، صوتوا لفائدتي وامنحوني ثقتكم، صوتوا للرقم 23 يوم 23 نوفمبر، وسأكون عند تلك الثقة الغالية متعهدا بإصلاحات عميقة لافتكاك شبابنا من براثن الإرهاب ومخاطر الحرقان والمخدرات، ولفتح الآفاق أمامهم للعمل والإبداع ولأخذ زمام المستقبل، مستقبل بلادنا أمانتنا اليوم ومسؤوليتهم غدا. صوتوا لفائدتي، صوتوا لفائدة المنذر الزنايدي للرقم 23، وسنوفق بإذن الله إلى ما فيه خير تونس وشعبها. عاشت تونس حرة منيعة أبد الدهر.